تعالوا نعمل صينية جلاش، بس المرة دي بعجينة البيف بيستري بدل الجلاش، تنفعنا في السحور في رمضان وكمان على الفطار. لو اول مرة تشوفوني انا اسمي هدير. يلا بينا نبدأ في الوصفة. هنجيب البايركس بتاعنا. طبعا الكمية انا هنا عاملة كمية صغيرة، انتي ممكن تكبري الكمية زي ما انتي ما عايزة. هنقطع عجينة البيف بيستري بالطريقة دي شرايح، ونعمل طبقة من تحت، وبعدين هنحط جبنة موتزاريلا وجبنه فيتا. البهارات اللي حطيناها عباره عن نعناع واورجانو معلقه كبيره، وبدانا نحط الطبقه التانية بالشكل ده. التوبك اللي احنا دهنا بيه، ما بحبش ادهن ببيض، المعجنات ده بدهنها عموما بمعلقه سكر، معلقه نسكافيه، معلقه لبن بودره. بعدين حطينا شويه سمسم وشويه حبه البركه. هتدخل الفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه، وده شكلها بعد ما خرج. عايزه اقول لكم تحفه. طبعا انتوا لو كبرتوا البايركس بتاعكم هيبقى حلو جدا لو عملتوه جنب اي اكل على الفطار او في السحور، سريع جدا وحاجة كده خطيرة. تعالوا بقى نقطع ونقول بسم الله وندوق ونشوف الشكل النهائي. لازم فعلا تجربوا الوصفة لانها فعلا تستحق التجربة. اختراع بس فعلا جميل جدا. تعالوا بينا بقى نشوف. يلا بسم الله. على فكرة سخنة جدا، بصوا شكلها من جوه تحفة. جبنة الفيتا كمان اديتها طعم رهيب. انتوا ممكن تحطوا مع الجبنة الفيتا ممكن سبانخ. بعد بقى ما دقتها بصوا رهيبة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي هدير. انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.